مشاهدينا الكرام في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم من خلال ارشيف القناه الرياضيه الذي يعود بنا الى سنه 1992 وبالضبط نهائي كاس افريقيا للانديه البطله بين فريق الوداد وايضا فريق الهلال السوداني. المقابله اللي كنتابعوها في هذه اللحظات، هذه البدايه للدقائق الاولى من عمر هذه المقابله. نذكر بان الوداد الرياضي تدخل هذه المواجهه بالاسماء الرسميه الافريقيه. حرس المرمى فهناك مصطفى الشاب، رقم 1 بقي الاسماء، رقم 2 حسن بشار، رقم 4 ابراهيمي، 5 جلال فاضل، رقم 6 نور الدين نيبت، رقم 7 فخر الدين راشدي، رقم 10 يوسف فرتوت، رقم 10 فاسيلي بوستينوف. انا كنشوفوا هذه التصويبه كتجي كره عند فاسيلي بوستينوف، رقم 11 رشيد الداودي، رقم 13 مصطفى المستوري، رقم 14 مسانداو. هذه التشكيله ديال فريق الوداد الرياضي، ونشوفوا هذه العمليه الهجوميه من الجهه اليسرى ومباشره الى خارج رقعه الميدان. كانت محاوله من الجهه اليسرى ولكن ما قدمت اي جديده. بالنسبه للدكه الاحتياطيه فريق الوداد عندك يوسف صدري رقم 3، رقم 16 عبد اللطيف الثماني، رقم 16 عزيز السوني، رقم 8 بوشمع قصاب، رقم 12 خالد فوهمي. وهذه الاسماء نهائي كاس افريقيا الانديه البطله الوداد الرياضي والهلال السوداني في صراع بين بعضهم البعض. نذكر بان فريق الهلال السوداني لعب بكل من احمد طارق رقم 1 وهو عميد الفريق، رقم 2 سليمان حسن حارس مرمى، رقم 3 جمال خميس، رقم 4 جلال المكي، رقم 5 بشير منصور، رقم 6 عاكف عطا، رقم 7 عبد العزيز زكريا، رقم 8 نادر منصور، رقم 9 ابراهيم عبد الله، ورقم 10 مصطفى ابراهيم، رقم 11 صبري الحاج. هذا صراع بين الطرفين من اجل تحقيق نتيجه ايجابيه في مقابله ديال الذهاب، على اعتبار انه بعد هذه المقابله كان هنالك بحث عن مقابله ديال الاياب لتحقيق الظفر باللقب، لقب ديال هذه البطوله نهائي كاس افريقيا الانديه البطله. هذا هو الاسم اللي كان انذاك، وحنا كنشوفوا هنا الخطا الحكم معلن على اي شيء. نذكر بان فريق الوداد الرياضي تمكن من الوصول للمقابله النهائيه بعدما تاهل على حساب فريق اسيك موزا. حنا كنشوفوا هنا تصويبه مباشره الى خارج رقعه الميدان. قلت تاهل على حساب فريق اسيك ميموزا الايفواري. ذهابا كان 3 ديال الاهداف مقابل هدف واحد لصالح الاسيك، وفي الاياب 2 ديال الاهداف مقابل شيء لصالح فريق الوداد الرياضي. فيما فريق الهلال حنا كنشوفوا هذه المحاوله الجهه اليسرى تجاه موسانداو يحاول ينزل الكره ديالو، كان هناك تدخل من عبد العزيز زكريا. موسانداو كيحافظ على الكره امامه فاسيلي، كيرجع الداودي، تمويه ممتاز والاعتماد على التمريره الجانبيه الجهه اليمنى. هذه فرصه رفع الكره ممتازه، وهنالك تدخل الحارس حسن بن عبيشه اللي رفع الكره بطريقه جيده، والحارس سليمان حسن هو اللي تمكن من التقاط هذه الكره. قلت فريق الهلال السوداني اقصى في دور النصف النهائي فريق الاسماعيلي المصري. المقابله ديال الذهاب انتهت 1-1 بمصر، ثم مقابله الاياب اللي كانت في السودان، ففريق الهلال السوداني وفريق الاسماعيلي المصري انهيا المقابله بصفر مقابل صفر، وهي نتيجه ديال التعادل. فنبقاو مع مجريات ديال المقابله وماذا كان يحدث على المستوى الميدان. هذه كره من جانب فريق الوداد الرياضي. نشوفوا الطريقه ديال بناء العمليه الهجوميه والاستعانه في الخط الامامي، يعني مجموعه من اللاعبين من اجل البحث عن المنفذ والطريق بالمرمى، مرمى الحارس سليمان حسن. كترجع الكره مره اخرى، كتمشي هذا المره لصبري الحاج، كيرجع الكره ديالو خط الوسط والانطلاقه. حنا كنشوفوا هنا البناء العمليه الهجوميه، واخر المطاف تدخل من جانب الحارس. شوفوا هنا الطريقه ديال التصدي كان مصطفى الشاب الحارس اللي يمكن من القيام بالتغطيه في المحاوله الماضيه. كره ملعوبه جهه اليسرى
والانطلاقه من يوسف التوت. ترجع مرة أخرى الوداد الرياضي. الجهة اليمنى كنشوفوا كان فارغ تماما المساندة. هنا التمريرة ومباشرة كتمشي الكرة اتجاه التماس. هناك تدخل ديال الحكم في أثناء المطاف والكرة لصالح عناصر فريق الوداد الرياضي. مرحلة ديال جس النبض مهمة جدا لاكتشاف كل فريق على حدة للطرف الآخر. المركب الرياضي محمد خميس مدينة الدار البيضاء من عن آخره لمتابعة هذه المواجهة. احنا كنشوفوا هنا تمريرة كرة ثابتة والتغطية من جانب الدفاع لإبعاد الخطورة، فيما فريق الوداد يصبو للتصويب. كان فاضل ولكن كتضيع الكرة تخرج هذا المرة، كتصبح هجمة مرتدة مضادة للأزرق الهلال السوداني. يعني محاولات بإمكانها أنها تسجل جديد في أي لحظة. كرة عند اللاعبين لفريق الهلال السوداني. شوفوا هنا البناء العملية الهجومية، اعتماد على الكرة خط وسط، ويجب كيف كنشوفوا يعني ضيع الكرات، امر اللي كيخلي العناصر ديال فريق الهلال السوداني انهم يكونوا اللعب ديال المواجهه بشكل كبير. شوفوا هنا البناء العمليه الهجوميه، اعتماد على التغطيه من جانب الدفاع. تغيير كلي لحسن ابرامي يحافظ على الكرة ديالو، يرجع الكرة للخلف. نيبت يغير رجل يسرى. شوفوا هنا البناء العملية الهجومية من جانب عناصر فريق الهلال السوداني. اختيار الكرة الأمامية ومباشرة عند مصطفى حشام. اللي نقدر من خلالها فريق الوداد الرياضي المقابله يعني كيبان على انه مركز بشكل كبير. فريق الهلال السوداني كيحاول ما امكن انه يبادر نحو الخط الامامي من خلال عمليه هجوميه منفتحه. كره عند فاسيلي وسينوف كتلعب اماميه بالراس جميله. ابرامي ممتاز. ابرامي هو التصويبه ديالو مباشره الى خارج وقت الميدان من هذه تصويبات اللاعب ابرامي. يخسر ابرامي مع انقاذ ديال الرجل اليسرى ساحره. كره ملعوبه في خط الوسط، بناء العمليه الهجوميه. مشات الكره مباشره في اتجاه تماس لصالح فريق الوداد الرياضي. شوفوا هنا الطريقه ديال التعامل مع الكرات من جانب عناصر فريق الوداد. لافاسيلي انزال بشكل ممتاز من بنفيشه ممتاز في الطريقه ديال الانزال ديال الكره. رات مرة أخرى لحسن أبرامي، تمريرة ممتازة في خط الأمامي. فرصة من جانب هذه العملية الهجومية ومباشرة كرة إلى خارج رقعة الميدان إلى زاوية لصالح فريق الوداد الرياضي اللي كيساعد في فهو فخر الدين الراشحي على الكرة. فخر الدين الراشحي نشوفوا الطريقة اللي غادي يرفع من خلالها الكرة داخل منطقة الجزاء. كرة زاوية تنفذ الطريقة هذه، فرصة جميلة وهنالك التغطية. رجعت مرة أخرى لفاسيلي كوستينوف، تمريرة داخل منطقة الجزاء لمحاولة ودادية من جديد. الجهة اليمنى لحسن أبرامي آخر المطاف تخرج الكرة إلى خارج رقعة الميدان. الحكم كيقول بأنه ضربة مرمى لصالح الهلال السوداني. شوفوا هنا الكرة كتمشي التماس، كيدرس من عناصر فريق الوداد الرياضي كنسجلوا في الدقيقة الأولى من عمر المقابلة. حسن أبرامي رجع الكرة ديالو للخلف. بنعبيشة كرة ما مشاتش بالشكل المطلوب، كترجع هجمة مرتدة من جانب العامي فريق أحمد أدم. مرة أخرى تحضير في بناء العملية الهجومية، تنفيذ محاولة تصويب ولكن كاينة تغطية. كرة لفريق الهلال السوداني، بناء العملية الهجومية الآن في الخط الأمامي. تشوفوا هذه المحاولة خطيرة وإعادة الكرة بأمان مصطفى حشام.
مع ذلك كتبقى المحاولة خطيرة. هذا صبري حاج اللي مرر الجهة اليمنى، فرصة ديالو وكتضيع في آخر المطاف، كترجع لصالح نصر فريق الوداد الرياضية. إذا كيف تتابعوا مشاهدينا الكرام الدقائق الأولى من عمر هذه المقابلة في المركب الرياضي محمد خميس الغاص عن آخره. الكل يتابع الطريقة والأسلوب اللي ممكن يقدمه فريق الوداد الرياضي. كما كنشوفونا أبرامي كيدخل داخل منطقة الجزاء، فرصة جميلة، والحارس في المكان المناسب كيتمكن من ايقاف العمليه الهجوميه الماضيه في الوقت اللي بان بان الجهه اليمنى نشيطه ديال فريق الوداد الرياضي، والطريقه ديال التدخل ديال حسن ابرامي كانت جيده جدا على مستوى بناء العمليه الهجوميه والدخول من الجهه اليمنى. هذا اللي سقط على ارضيه الميدان هو بشير منصور، والتدخل اللي كان في الخطا الباطل. كره مره اخرى لفريق الهلال السوداني، انزال على مستوى خط الوسط، ضعف الكره في اللحظه الماضيه. بناء العمليه الهجوميه الان من جانب عناصر فريق الهلال السوداني، وفي اخر المطاف هنالك على ما يبدو تغطيه من جانب الدفاع وابعاد للخطوره، امر اللي يخرج هذه الكره بعيدا عن معترك فريق الوداد الرياضي. هذه محاوله الجهه اليمنى، هذه فرصه ديال الانطلاق عن طريق بن عبيشه، حسن بن عبيشه الطريقه ديال الاختراق ديالو كيحصل على زاويه، بكرة بانه دور ربع النهايه ففريق الهلال السوداني كيحصلوا صراع قوي امام فريق غورمايا التشيني، حكايه معروفه. الهلال السوداني سدد مباراه الذهاب 2-0، ثم مباراه الاياب كان فريق غورمايا حقق هدف ديال الاهداف. نشوف هنا كره ملعوبه داخل منطقه الجزاء، والحارس سليمان حسن كيتمكن من التغطيه وكيتمكن من ايقاف هذه العمليه الهجوميه. كره مره اخرى تعود لصالح فريق الوداد الرياضي، تركيز من بن عبيشه ممتاز، كره طويله ديالو، شوف الطريقه ديال بناء العمليه الهجوميه فقط امامي وانقاذ الموقف من العميد طارق الحسن. مره اخرى في 15 تغيير كلي، جهه اليمنى ممتازه بن عبيشه، واخر المطاف كتمشي الكره مباشره اتجاه الثمن. الكره حسن ابرامي كيلعب الكره ديالو مع بن عبيشه، حسن بن عبيشه كيرفع الكره الجهه اليسرى ولكن هنالك تغطيه. رجعت مره اخرى لفاسيلي بوستينوف، رجع الكره ديالو داودي يرفع الكره بطريقه ديالو معتاده جميله، معروف بالتصويبات المباشره، كره تصاروخيه. شوفوا هنا المحاوله مره اخرى من ابرامي عبد على الكره ديالو، داودي ممتاز كيختار الجهه اليمنى، نيبت كيساهم في بناء العمليه الهجوميه. نتابع هنا محاوله فرصه من الجهه اليمنى، بن عبيشه وفي اخر المطاف كيدخل الدفاع. فاسيلي مره اخرى من موساندا، تغيير كلي لداودي يسرى معروفه عند التصويبه ولكن مشات بعيده تماما. دور ربع نهائي الاشارات كنعرف مشاركه اسماعيل الهبري، اسست ميموزا الإيفواري، اشانتي كوتوكو الغاني النادي الافريقي التونسي، كان زامبيا هو الخصم اللي كان واجهه فريق الوداد الرياضي انذاك مباراه الذهاب 3 ديال الاهداف مقابل هدف بالمغرب. وبالنسبه لمباراه ديال الاياب هزيمه بجزء اهداف مقابل واحد، ولكن المسار كان رائع جدا للوداد في هذه البطوله ككل. حنا كنشوفوا هنا هذه المحاوله، امكانيه ديال رفع الكره داخل منطقه الجزاء كما يفعل ابرامي، كره جميله، طريقه جيده على مستوى بناء العمليه الهجوميه، وفخر الدين الراشحي هو اللي قام بالصويبه الاخيره، ولكن سليمان حسن كان في المكان المناسب وقام بالتصدي والتغطيه بشكل جيد. رجعت الكره مره اخرى عند داودي شمال هيك كيفاش بها وداودي يعني السوق ديالو ممتاز.
حسان بيشا وستينوف اختار الكره الجهه اليمنى عند ابرامي حافظ على الكره ديالو، حافظ على الطريقه ديال بناء العمليه الهجوميه ديالو، ولكن ضاعت له الكره في اخر مطاف. كاين ضغط من جانب الوداد من اللاعبين في المعترك ديال فريق الهلال السوداني، الوقت اللي كيبان بانه المحاولات ديال فريق الوداد الرياضي ربما تثمر على هدف في وقت قريب بدء السباق. نشوفوا هنا الطريقه الكره مره ثانيه، فرصه داخل منطقه الجزاء، تغطيه، هذه تمريره ممتازه ولكن كره ما مشاتش بشكل مطلوب، تخرج الى الزاويه. يقول الحكم لصالح فريق الوداد، واللي مشى باش ياخذ زاويه هو فخر الدين الراجحي، ياخذ الوقت ديالو، غيرفع كره داخل منطقه الجزاء، تنفذ داخل منطقه الجزاء، كاينه تغطيه من عاكف عطا، رجعت مره اخرى محاولة من جانب عناصر فريق الوداد، وفي آخر المطاف كرة مباشرة كتمشي الناس تيجي في هذه اللحظات من جانب فريق الحكم تيشوف بأنه هناك إصابة ديال لاعبين فريق الهلال السوداني حول الأجواء ديال الدباري. ضربة خطأ من جانب فريق الوداد الرياضي الجهة اليسرى، الكرة الثابتة، اختبار من اختبارات المرمى ديال فريق الهلال السوداني، وخاصة سليمان حسن. خط الوسط بوكينوف، تشوينة نيبت، هدوء المستوى، التغطية الدفاعية لفريق الوداد. المحاولة جميلة ما مراتش كانت جميلة، فكرة ذكية، ولكن ما مراتش بالشكل المناسب. محاولة مرة أخرى رجعت لعناصر فريق الهلال السوداني. شوفوا هنا الطريقه بناء العمليه الهجوميه جميله من ابراهيم عبد الله، كيرفع الكره ديالو، ولكن كانت التغطيه من جانب الدفاع اللي كيخرج الكره مباشره اتجاه تناف لفريق الهلال السوداني. حاول ترفع الكره داخل منطقه الجزاء والرأسيه، ومباشره الكره تغادر الخط الخلفي للملعب. ضربة مرمى مصطفى الشاب، وكنشوفوا هنا الحضور الجماهيري الكبير، الجماهير العاشقة لفريق الوداد الرياضي والسواقة لفريق الألقاب، والمساندة المشروطة بالجماهير، وكنشوفوها تتابع من المدرجات بشكل حضاري ورائع وجميل. صورة جميلة جدا. نذكر بأن هذه المقابلة هذه كترجعنا سنة 1992 واللقاء الخوي ذهاب نهائي كأس افريقيا للانديه البطله، يعني هذا هو الاسم اللي كان انذاك. حنا كنتابعوا هذه المحاوله مره اخرى. ابرامي كيرفع الكره ديالو ممتازه داخل منطقه الجزاء، ولكن كانت هنالك تغطيه. تنفذ الكره من ابرامي، محاوله المرور، ولكن مرة أخرى تماس لصالح فريق الوداد الرياضي. مازال فرصة ولكن كاينة تغطية مستمرة، وكيحاول يقوم بدور كبير على مستوى الخط الأمامي، الاختراق، التعامل مع الكرات الأمامية بشكل جيد. كرة أمامية، فرصة، رجعت مرة أخرى، إبعاد الخطورة. الوداد الضاغط كليا، على معترك فريق الهلال السوداني. الطريقة اللي نهجها فريق الوداد الرياضي خاصة من خلال الاعتماد الجهة اليمنى، لأن الجهة اليمنى كان فيها حسن أبرامي. هنا الإمدادات، شوف دائما الجهة اليمنى. كرة مرة شديدة، داودي رشيد داودي، صويبة جميلة ديالو
معروف التصويبات الصاروخيه ديالو، طريقه جيده جدا على مستوى التصويب، هوائيه. ضربه مرمى الهلال السوداني، كره تنفذ اتجاه التماس، تماس لصالح فريق الوداد، انزال خط الوسط. هذا حسن بن عبيشه يغير الجهه اليمنى، الاشراك كان مع نيفيتش. بعد ذلك توصل الكره في خط الوسط، مصطفى سوري، مصطفى يغير تماما الجهه اليمنى، نيفيتش يكون ايضا على المستوى الامامي. هذا ابرامي او المرور ممتاز. ابرامي كنطره صغيره، مرور جميل جدا لحسن ابرامي، اعاده الكره من جديد الخلف. انقاذ الموقف من جانب فريق الهلال السوداني عن طريق بشير منصور. ضاعت له ولكن في اخر المطاف ابعاد الخطوره الازرق الهلال السوداني الخطوره ديال عناصر فريق الوداد الرياضي، لذلك كان هنالك ابعاد هذه الكرات الماضيه. محاوله من جديد للوداد، هذا بن عبيشه رفع الكره ديالو اتجاه موسى نطاو، ولكن الكره كان اسرع هو الدفاع وخرجوا الكره للزاويه، زاويه لفريق الوداد الرياضي، زاويه لفريق الوداد الرياضي. المنفذ ابرامي داودي. اذا تترك المهمه، داودي يرفع الكره ديالو، كره في الرأسية ممتازه جميله ودفاع كيقوم بالتسويه. كانت محاوله رائعه من جانب فريق الوداد الرياضي. شفنا الطريقه اللي جات من خلالها الكره الماضيه. هذه كره عند بن عبيشه كيرفع الكره ديالو بالراس، فرصه ممتازه جميله الطريقه اللي كان بها رفع الكره، طريقه ديال رفع الكره حتى الرأسيه، لو انه لو كان المسار ديالها صوب المرمى كانت بامكانها انها تقدم جديد. ذكر بانه التشكيله الاساسيه ديال الوداد يعني تشكيله كانت مميزه، بحيث مرمى الشاب بن عبيشه، ابرامي، فاضل، نيبت، خدين راشي، فرشوس، غاسيلي، داودي، مستوري، وايضا موسى. بتسميات باسماء عندها الوزن ديالها، التضريب، الثماني، السوني، مجمع قصاب وخالد فؤاد. كرة لفريق الهلال السوداني، منفذ هدوء، وفي اخر المطاف يتم ابعاد الخطوره مدى الامان والسلامه من فاضل كيخرج الكره مباشره. تماس غيتنفذ في هذه اللحظات داخل نطاق الجزاء، ولكن هنالك تسقيه. رجعت مرة أخرى فرصة الحارس في المكان المناسب، هذا جمال خميس على الكرة، اللاعب رقم 3 اللي كان التصويبة ديالو المباشرة صوب المرمى، ولو أنها من التصويبات القليلة في المقابلة لحد الساعة. كانت إحدى المحاولات فيها بحث، فيها أيضا رغبة من أجل اختبار قدرات الحارس. هنا الحكم غادي يوجه اول بطاقه صفراء في المقابله. الصوره نور الدين النيبل يتلقى اول بطاقه صفراء في المواجهه كنشوفوها الان. وقت للاعبين لفريق الهلال السوداني كنشوفوا كيفاش بدهم يحاولوا يلقاو الحلول. فريق الوداد يهيمن التعبير على الاطوار العامه للمقابلات، وما مخليش الفرصه بشكل كبير لفريق الهلال السوداني. هذه كره مفتوحه في خط الوسط، باسيري الدور ديالو جميل في خط الوسط على مستوى
فرص حتى على مستوى الامدادات الهجوميه، ولاعب عنده مهارات امكانيه جيده. شوف هنا الكره مريره، فرصه تضيع مصطفى ابراهيم، و إعادة الكرة تعود من جديد لصالح فريق الوداد الرياضي. موساندا وكرة جميلة، رفع الكرة ديالو ولكن أقرب الحارس سليمان حسن. يمكن من الكرة الماضية بناء العملية الهجومية. رجعت مرة أخرى لصالح فريق الوداد الرياضي. ممتاز خط وسط بسيط، شو طريقة جميلة، ممتاز مراوغة رائعة. دابا نبيشة كترجع الكرة أيضا بطريقة أروع. هنا كتشوف الكميات ديال هذه المقابلة. كرة الوداد، حضور مميز في المقابلة النهائية، تعامل جيد لحد الساعة مع هذه المباراة. كرة من الجهة اليمنى، فرصة الدين، تمرير بخارج الأهداف. رجعت مرة أخرى الدين، ممتاز، محاولة لصالح فريق الوداد الرياضي. بنبيشة، داودي تصويبة عرضية ينتظر الفرصة الواتية من أجل التصويب المباشر. يعني داودي عنده إمكانيات رائعة في الرجل اليسرى. كرة مرة أخرى ودادية، إمكانية ديال الاختراق ولكن ضاعت. مرة أخرى الحكم كيعطي الامتياز، وكنشوفوا هنا التغطية ومباشرة إلى ضربة مرمى لصالح الهلال السوداني. كرة بالراس، جمال خميس، هذا رقم 11 صبري الحاج، ضاعت له كرة وهنالك خطأ لصالح فريق الوداد الرياضي. محاولات ديال التدخل، الحكم يقول ما فيش شيء. ترجع مرة أخرى لفريق الوداد الرياضي الآن. ممتاز غاسيلي بطريقة جميلة وبأسلوب مميز. يعني شفنا كيفاش انه عرف يتعامل مع المحاولة الماضية وحصل على مخالفة للوداد. داخل منطقة الجزاء، تخرج مباشرة للزاوية. كرة في الزاوية، تنفى داخل منطقة الجزاء، فرصة جميلة والحارس ينقذ الموقف بإبعاد الكرة الباطية. الدخول ديال الحكم صراحه الظهور اللي قام به فاسيلي بوتنسوف. فاسيلي يعني من اللاعبين اللي عرفوا كيفاش يتعاملوا مع الكره الماضيه بطريقه جيده. والفرقه الثانيه 62 شفنا الطريقة ديال التعامل مع الكرة، كان بإمكانها تكون صويبة بالإشارة. يعني زاد طاجيكستان وصل على جنسية أوكرانيا. يبقى المسار
صابينو فقد فريق الوداد الرياضي من قرارات رائعه يعني اللي فقد الاذهان ديالو. العموم نتابعوا الطريقه والاسلوب اللي مارسه فريق الوداد الرياضي في التعامل مع هذه المقابله النهائيه. حضور مميز، الاداء نشوفوا تبقى عن النتيجه من الاداء فهو جيد جدا فريق الوداد الرياضي لانه تركيبه يعني واللاعبين حاضرين مركزين 100% على مستوى رقعه الوداد. اذا كره في التماس، كرة في التماس لعبات كرة عند فخر الدين ما تمكنش من الحفاظ على الكرة لأن النادر منصور دخل بعد الكرة ديالو. فخر الدين كيحافظ على الكرة في آخر مطاف كيحافظ على زاوية لفريق الوداد الرياضي. أبرامي وبن عبيشة إذا هو اللي غادي يتكلف في رفع الكرة منطقة ديال الزاوية، غير رفع الكرة داخل منطقة الجزاء. تنفذ محاولة الوداد صويبة ولكن هنالك تغطية. محاولات ديال فريق الوداد الرياضي لحد الساعة تقترب شيئا فشيئا من مرمى فريق الهلال السوداني، مرمى الحارس سليمان حسن. غاسيلي مرة أخرى مهارات رائعة، كرة للوداد، بناء العملية الهجومية الآن. هنا تصديق وفي آخر المطاف تغطية. رجعت من جديد الكرة اللي عناصر فريق الهلال السوداني. الآن الهجمة المرتدة المضادة، المحاولة للانطلاقة ولما الانفراد، ولكن تمريرة وجدات خبرة وجدات نيبت في المكان المناسب واللي تمكن من إبعاد الخطورة بشكل جيد. لمحاولة من جانب فريق الوداد الرياضي الجهة اليسرى، انطلاقة الآن ومحاولة من أجل رفع الكرة داخل منطقة الجزاء. صويبة ولكن بعيد فرصة جيدة والفكرة ذكية ولكن إلى خارج الأرض. غاسيلي لاعب في خط الوسط يقدم الصوت بشكل رائع. متابعة ومواكبة لهذا النهائي من المركبة الرياضية محمد الخميس هنا بمدينة الدار البيضاء. فالمدرجات خاصة عن آخرها ومتابعة كبيرة جدا مساندة لفريق الوداد. الفريق الكبير، الفريق الذي يلعب على لقب على مستوى نهائي كأس أفريقيا للأندية البطلة. ونحن نتابع هذه المحاولات من أبرامي. فرصة أخرى، شوف معايا الضغط ديال الوداد كبير بن عبيشة من المعترك والدفاع ديال فريق الهلال السوداني كان في وضعية صعبة طوال هذا الشوط الأول لأن الوجهة واحدة هي مرمى ديال الحارس سليمان حسن، في الوقت اللي فريق الهلال السوداني اعتمد فقط على الهجمات المرتدة، الانطلاقة من خلال المرتدات الهجومية واللي لحد الساعة لم تقدم أي شيء. فخلف الكرة كان أبرامي ينسحب، كاين فخر الدين الراشي وكاين أيضا موسى نضاف. فخر الدين يطلب من موسى نضاف ما ينفذش حتى يصعد لمنطقة الجزاء. موسى نضاف كيصوب ولكن كرة كيدخل أحد اللاعبين وكيبعدها مباشرة إلى الزاوية لصالح فريق الوداد. الكرات الثابتة لطالما عرفت تواجد هذا اللاعب. حديثنا على رشيد الدودي، غادي يلعب الكرة بالرجل اليسرى. دودي يرفع الكرة ديالو داخل منطقة الجزاء ومباشرة للمرمى. نشوفوا كيفاش كانت الكرة مؤثرة صوب المرمى مباشرة. محاولة مرة ثانية والانطلاقة من جانب فريق الوداد الرياضي. هذا بن عبيشة، تغيير كلي وإشراك مصطفى المستوري. الجهة اليسرى الآن فاسيلي كيرفع الكرة ديالو في الخط الأمامي ولكن تغطية من جانب الدفاع. هذا
لحسن ابرامي يرجع التغطيه الدفاعيه من بعد ما كان سقاء مهم في الجهه اليمنى. فاسيلي يلعب الكره ديالو خط الوسط. هذا اللاعب مصطفى السوري. مصطفى يمرر اتجاه فخر الدين رشيد. الحكم ما خلاش الامتياز وعطى الوداد ضربه خطا. كره ثابته تنفذ بشكل او غتنفذ الان من جانب فريق الوداد الرياضي واللي غينفذ فهو حسن بن عبيشه كيرفع الكره راسيه سيار تفرج احد اللاعبين. فاسيلي ما مشاش الكره في الطريقه اللي بغا. انه فاسيلي هي نفسه هي الجسم ديالو التصويبه مباشره. هذا احد كيف كنشوف هنا بعض الجماهير المسانده لفريق الهلال السوداني التي تتابع من المدرجات تفاصيل هذه المقابله النهائيه هنا في مدينه الدار البيضاء. كره في خط الوسط خطا غادة تنفذ الكره. عمراني اماميه. الحكم كيدخل كيقول بانه كاينه مخالفه لصالح فريق الهلال السوداني. هذا الوقت هذا بالذات ظهر على ان فريق الوداد الرياضي عرف كيفاش انه يتعامل مع الاجواء العامه المقابله. بالتالي ضغط بالشكل المناسب والطريقه المناسبه على الخصم ديالو هو فريق الهلال السوداني. الهلال السوداني يعتمد فقط طوال الجوله الاولى للساعه على المرتدات الهجوميه. كره في دفاع. هذا ابرامي طريقه باش خرج الكره ما كانتش جيده ومع ذلك نيبت في مكان مناسب. غاسيلي اش غادي يعمل؟ غادي يختار الجهه اليسرى. غادي تنطلق الان العمليه الهجوميه من جانب فريق الوداد. تحضير من نيبت. هذا نيبت كيساهم في الخط الامامي. كره وداديه داخل منطقه الجزاء. فرصه امكانيه ديال التصويب. محاولات تصويبه فرصه من الفرص لفريق الوداد الرياضي. اعتقد على انه كان بامكانه انها تكمل جديد الوقت اللي مصندا واطمئن على احد اللاعبين ديال فريق الهلال السوداني. كره مره ثانيه خط الوسط الجهه اليسرى. وفي هذه اللحظات مشاهدينا الكرام يعلن الحكم على نهاية تفاصيل الشوط الأول بنتيجة معروفة 0-0. عدنا من جديد مشاهدينا الكرام من خلال أرشيف قناة الرياضية الذي يعود بنا إلى نهائي كأس أفريقيا للأندية البطلة فريق الوداد الرياضي في مواجهة الهلال السوداني. كيف يعرف الجميع هذه المقابلة فهي مقابلة نهائية وهذه مقابلة الذهاب، مقابلة اللي كان من خلالها حيازة اللقب بنسبة مئوية كبيرة على اعتبار أن مقابلة الإياب بعد هذه المقابلة فانتهت ب0-0 هنالك بالسودان. فنبقاو مع مجريات الجولة الثانية من عمر هذه المقابلة ونرجعوا للأرشيف ديالنا أقوى اللحظات وأيضا الصراع اللي كان على مستوى رقعة الميدان كيف كان تبعو الوداد الرياضي بسط السيطرة ديالو بواحد الشكل كبير جدا في هذه المقابلة وأكد على مدى قوته وجاهزيته لتحقيق نتيجة مرضية. نذكر بأنه هذه المقابلة عرفت تواجد فخر الدين احمد، قلت مصطفى عشاب الحريث بن عبيشه ابرامي فاضل نيبت فخر الدين فرتوس فاسيلي الداودي وايضا مصطفى السوري ومتوش موسنداو. هذا هو التشكيل الاساسي اللي كان به فريق الوداد الرياضي في هذه المواجهه.
كرة ملعوبة من جانب عناصر فريق الهلال الآن في محاولة هجومية انطلاقا من الجهة اليمنى، الاعتماد على التمرير الجانبي، تمريرة جانبية، ولكن في آخر المطاف كتمشي الكرة مباشرة إلى خارج أرضية الميدان. كان حضور جماهيري جيد في المدرجات لمتابعة اللقاء وأيضا لإعطاء الدفعة المعنوية المهمة للاعبين ديال فريق الوداد الرياضي على مستوى رقعة الميدان. فاصيلي تمريرة ديالو لخط الوسط بن هبيشة بخارج القدم بهذه الطريقة جميلة، محاولة مستمرة، ولكن آخر المطاف يعني الكرة كتمشي إلى خارج رقعة الميدان مساندة، وعلى الصورة يعني يتحذر من ضياع المحاولة الماضية. فصراع كما قلت مشاهدينا يعني كان قوي بين الطرفين، ومحاولات تلو الأخرى فكتخلينا اننا نشوفوا يعني صراع قوي بين الفريقين. كرة من الجهة اليمنى الخط الايمن. ذكر بانه قبل هذه المقابله اللي كنشوفوا الان فكره القدم المغربيه والكره القدم السودانيه فلم تلتقي منذ مده طويله، يعني قبل هذه المواجهه كان اخر لقاء بين الطرفين كان كيرجع للنهائيات ديال كاس الافريقيه سنه 1976 والانتصار او لنقل حيازه اللقب من جانب المنتخب الوطني المغربي انذاك في سنه 1976. وبالتالي منذ ذلك التاريخ الى غايه هذا النهائي هذا اللي كان في 1992 ما كانش هنالك يعني مباريات بين كرة القدم الوطنية المغربية وكرة القدم السودانية. كرة كتخرج الى بطاقات الخلف، يقول هنالك خطأ حسب ما يبدو بن هبيشة اللي خدا المهمة ديال قيادة المنتخب الوطني المغربي في الفئات الأولية، مشاركات الأندية بشكل القدم هذه 2016 وإذا المنتخب الوطني المغربي الرياضي. هنالك التسوية من جانب لاعبين لفريق الهلال السوداني جلال المكي لإبعاد الخطوط. فالوداد كان الأخطر، الوداد كان الأفضل، الوداد اللي كان عنده حضور جميل على مستوى رقعة الميدان أداء في انتظار النتيجة. يعني الوداد الرياضي هيمن تقريبا على تفاصيل المقابلة بالكامل. شوفوا هذه الطريقة والتألق على مستوى الخط الأمامي جاءت مرة ثانية بيشا يغير عند سوري يرجع لفاسيلي، فاسيلي يرفع الكرة ديالو بشكل جميل ولكن تغطية من جانب الدفاع. كرة في الزاوية داودي ابن مدينة فاس مولود 1966 لاعب اللي اخذ الاسم ديالو بشكل كبير في نادي الوداد الرياضي. هذا فخر الدين كيرفع الكرة وبعد ذلك كترجع لعناصر فريق الهلال السوداني، انزال ومباشرة تمس عند ابرامي اللي غادي ينفذ تمس. ابرامي هي نفسه بن هبيشة، شفنا المحاولة ولكن مساندة وما يمكنش باش يكمل الكرة ديالو بشكل جيد. فاسيلي محاولة أمامية، فرصة بن هبيشة، تمريرة كانت جميلة ورأسية كنشوفوا الطريقة كانت فرتوت وكان حتى مساندة في نفس المسار ديال الكرة. فرتوت كان قريب باش انه يوضعها في المرمى
الموضوع ديالو كان جيد، ارتقاء كان جيد، ولكن اخر المطاف الكره كتخرج الى خارج خط الميدان. تحدثنا قبل لحظات على الدودي، فلا باس نذكر بانه كان حاز رفقه فريق الوداد الرياضي على البطوله الوطنيه مدى موسم 92 91 92 93. ايضا قبل ما يلعب هذه المواجهه حدث كأس العرش ديال سنة 1986، كأس العرب الأندية البطلة خلال نفس السنة، وأيضا كأس العرب ممتازة سنة 1990. وكيبقى هذه الكأس اللي كيلعبها في هذه المباراة فهي أحد أهم كؤوس ما يسمى حاليا دوري أبطال أفريقيا، وما يسمى أنذاك نحن كنشوفوا الكرة وطريقة جميلة ومباشرة إلى خارج الميدان. قلت ما يسمى أنذاك بكأس أفريقيا الأندية البطلة. مشوار كان مهم جدا بعد هذه المقابلة وبعد هذا الموسم. كانت عنده أيضا مشاركة في كأس الأفرو آسيوية سنة 1994. انتقل للمملكة العربية السعودية، كنشوفوا الكرة إلى خارج الميدان. انتقل بعدها لنادي الشباب السعودي وفاز معهم ببطولتين، كأس ولي العهد وأيضا بطل الأندية العربية النخبة. التحق بكريستان في البرتغالي لأنهم تقريبا 20 مقابلة، ورجع للوداد في موسم 96 97 وفوز معاه في موسم رائع كأس العرش. وبعض المعطيات يعني بإمكانه أخرى للجمهور. حنا كنشوفوا هنا الهلال السوداني، المحاولات ديال الهلال السوداني كانت كلها يعني في الدفاع، وكانوا كيعتمدوا على الهجمات المرتده المضاده فقط. شو طريقه ديال المرور كان خطا يقول الحكم. بن عبيشه كان سقط على الميدان. تبارك الله يعني مجموعه من لاعبين الوداد خاصه هذا الجيل كان عندهم مشوار جيد دون ان نخفي اجيال اخرى يعني سواء السابقه او اللاحقه. يعني مشوار ديال الوداد الرياضي وخاصه في الكؤوس هذه كان رائع جدا. شوف كره ممتازه، الانزال ديال فرتوش والتصويبه ديالو كانت جميله جدا. نزل الكره ديالو في الصدر هي نفسه، وبعد ذلك كيصوب بالرجل اليمنى. هذه محاوله من جانب ابرامي الجهه اليمنى، وفي اخر المطاف بن عبيشه طريقه باش يحصل على الكره ديالو. فاسيلي صويبه جميله يعني رجعت الى خارج رقعه الميدان. كانت محاوله جيده، كان بحث قوي لتسجيل الهدف من جانب الوداد. كرة مرة ثانية رجعت لعناصر فريق الوداد الرياضي. اسلوب اللعب ديال فريق الوداد نقدر نقول بانه اسلوب جيد مبني على تعامل ذكي، اداء رائع. حتى شوف معايا اللاعبين ديال فريق الهلال السوداني كيحاولوا ممكن يضيعوا بعض الوقت، باعتبار انه لا انتهت المقابله في نظرهم في المغرب 0 مقابل 0، غتكون الامان عندهم عريضه في المقابله ديال الاياب. هنا الطريقه ديال تسيير المقابله كيفاش كانت هذا النهائي هذا سنه 1992. نذكر بانه القناه الرياضيه كتختار لكم ارشيف رائع، العديد من المباريات. من بين المباريات هذه المقابله اللي كنشوفوا الان. كره عند نيبت كيهدأ من هذه العمليه وكيختار الجهه اليسرى. رائعه التمريره هذا فاسيلي ناو بالعبيشه كتضيع الكره، تصبح هجمه مرتده مضاده والاعتماد على الانطلاقه الهجوميه ثانيا من جانب عناصر فريق الهلال السوداني. ابرامي فاسيلي من خلال الدودي، وفي اخر المطاف الكره كترجع عند الحارس الشاب كينزل الكره ديالو. هنا بدا الضغط بشكل كبير على المعترك ديال فريق الهلال السوداني، حتى الجمهور يعني بدا كيعطي واحد الدفعه معنويه كبيره للاعبين. الشيء اللي خلانا نشوفوا بان فريق الوداد اكثر من العمليات ديالو الهجوميه في خط الامامي. من النادر
كنا كنشوفوا هذه العمليات هذو ديال فريق الهلال السوداني لانها كانت قليله والتصويبه بعيده تماما. ضربه مرمى صالح فريق الوداد الشاب. ذكر بانه الهلال كان اقصى الاسماعيلي المصري في الدور النهائي. مباراة الذهاب كما قلنا سابقا انتهت 1-1. مباراة الاياب انتهت 0-0 وهذا اللي خلى فريق الهلال السوداني انه يتأهل لهذه المقابلة النهائية في وقت اللي الوداد تأهل لهذه المواجهة هذه بعد ما فاز على فريق انسي الموزمبيقي. مباراة ديال الذهاب كانت 1 فريق لاصق، ولكن مباراة ديال الاياب كانت 2 ديال الاهداف مقابل لا شيء لصالح فريق الوداد الرياضي، وتمكن من الوصول لهذه المقابلة النهائية. وهذه المقابلة النهائية هي اللي خدا من خلالها اللقب ديال سنة 1962. باش نذكر فكان الاسم انذاك كأس افريقيا للاندية البسيطة، ونصلنا حاليا لدوري ابطال افريقيا. ومن هناك كان الاستثناء ايضا بالعصبة. شوفوا هنا الكرة مباشرة الى خارج رقم الوداد. الدفاع ديال فريق الوداد كان عنده واحد الدور كبير لانه ما خلاش نهائيا الحمله ديال فريق الهلال السوداني انها تستفيد مع الكره على المرمى ديال الحديث مصطفى عشان. كره في التماس تنفيذ من جهه ديالنا دائما اللي كان نشيط بشكل كبير هو الحسن ابراني كيلعب كره بهدوء مع بلبيشه. بلبيشه يختار الجهه اليمنى. ونشوفوا هذه التمريره جميله جدا رائعه ورقيه. بعد ذلك فرتوت هو اللي ارتقى، ودائما كنشوفوا فرتوت اصبح مصندر، يعني فرتوت ارتقى بواحد الشكل جميل فوق الجميع ورقيه ديالو. بعد ذلك كتخرج الى خارج خط الميدان وضربه مرمى لفريق الهلال السوداني. الانسان ابراهيم عبد الله غير عند مصطفى ابراهيم. هذه محاوله من عبد العزيز زكريا كانت جيده في بناء العمليه الهجوميه ديال فريق الهلال السوداني. هذه التمريره ضعيفه وخارج منطقه الجزاء وكان صالح. هنا فاسيلي غينطلق بالكره ديالو. شوفوا هنا بناء العمليه الهجوميه كيلعب الكره ديالو مع الحسن ابرامي يحافظ على الكره ديالو يختار باش انه يزيد للامام. فرتو تحاول يرجع الكره ضاعت كان غاسيلي بلبيشه اخذوا الرد بطريقه جميله الدولي كيرفع الكره بشكل جميل داخل منطقه الجزاء عند رقم 3 جمال الخميس. الجهه اليمنى كيدخل لاعب جيل الفضيل كيبعد الكره عند بنبيشه كترفع الكره جميله داخل منطقه الجزاء ورأسيه جميله اللي كانت من جانب يوسف فرتوت على اثرها اهتزت المدرجات في المركب الرياضي محمد الخميس انه الوقت كيمر الوداد عليه الضغط. هذه مباراه ديال الذهاب كانت مجموعه ديال الافكار فكل هدف الا وعنده واحد القيمه وقيمه كبيره. شوفوا الصوره العامه المدرجات غاصه جمهور حضاري يتابع بهدوء وايضا بتشجيع منقطع النظير للفريق. طريقه كانت جميله لنا ابرامي. نشوفوا هنا المحاوله داخل او الجهه اليسرى هذا الدودي اللي رفع الكره ولكن اقرب كان هو الحارس انذاك سليمان حسين حارس المرمى ديال الفريق الهلال السوداني. حاول مرة ثانية انطلاقة هجومية من جانب فريق
الوداد. هذا بن عبيشه شوف الطريقه اللي كيرفع بها الكره، وهذا الداودي ممتاز الداودي بغى يلعب الكره يعني هوائيه بهذا الاسلوب هذا داخل منطقه الجزاء. لاعب سريع كيشنا وكيتقن اسلوبات بالرجل اليسرى. اليسرى دي محاولة ديال مكراندا، وشوف الطريقة ديال ديالو الاختراق حتى هو مع ذلك ما كانش علم على اي شيء. هذا ابرامي، حسن ابرامي كان الصيدة ديالو قوية، حاول ياخذ المسافة ديالو المساحة ديالو بالكفرة، وكان صوب هذه الكرة عند الحارس اللي هو سليمان حسن. فبقت الامور على حالها. الضغط كان كيزداد اكثر على فريق الوداد الرياضي على اعتبار انه هو المستقبل، وهذه مقابله ديال الذهاب وباقا مباراه ديال الاياب. هنا اللاعبين ديال فريق الوداد ما خرجوش في المقابله نهائيا، بالعكس زادوا ضغطوا على فريق الهلال السوداني، وزادوا قدموا محاولات اكثر. وغادي نتابعوا الدقائق القليله المتبقيه في الوقت اللي كان فريق الهلال السوداني يعني فقط يخرج الكره الى الخطوره. هنا الشاب لعب الكره ديالو اماميه، بعد ذلك لعبت الكره في خط الوسط، انزال او هدوء تمريره جا اليسرى عند بارتيلي، كونترول كان رائع، الكره ديالو كان جميل. هيدا كان قدام ستوري، ورجعت عند اللاعبين ديال فريق الهلال السوداني اللي كيعتمدوا على المرتدات الهجوميه، وهو الحل. من غير المرتدات الهجوميه فالامور كتبان بانها صعيبه، يعني بناء العمليه الهجوميه يكون من البدايه كيكون نوعا ما شويه صعيب. هذه محاوله الان من جانب الوداد اتجاه ديال اللاعب فردوس، كانت عنده فرصه مواتيه للتسجيل، ولكن بعد ذلك خرجت الكره الى خارج رقعه الميدان. اذا ضربه مرمى لفريق الهلال السوداني. الهلال السوداني انهى الجوله الاولى بصفر مقابل صفر، بدات تتضح له الرؤيه بعض الشيء، يعني كل ما خرج بنتيجه ديال التعادل كل وقت كان بالنسبه له يعني النسبه المئويه كبيره باش انه يلعب في مباراه ديال الاياب اكثر. فالوداد ما نزلش من اليد ديالو، وغادي نتابعوه هنا المحاوله ميدت كارجع الكره فابيلي. هنا البناء العمليه الهجوميه من جانب السوري، يحافظ على الكره ديالو، كان خطا وبالفعل الحكم اعلن على مخالفه للوداد. الصويبات الثابته اغلبيه ديال الكرات كانت كتكون من جانب اللاعب السعودي على اعتبار انه لاعب ياخذ مسافه طويله. شوفوا هنا الصويبه اللي تقمات بالعارضه الافقيه، الصويبه تقمات بالعارضه الافقيه، وكان بامكانها انها من جديد. اعتقد انه بهذه المحاوله هذه بالذات الوداد زاد طموح اكثر للوصول للمرمى، يعني الكره تقمات بالعارضه الافقيه. هنا المحاوله مي بتحاول ما يمكن ينزل الكره، ولكن ضاعت، رجعت عند ابرامي. فرصه مره اخرى للوداد، تمريره ومباشره عند الحارس. إعادة الكرة للشاب من الشاب في خط الوسط عند بن عبيشه. طريقة يختار ديال اليمنى اللي فيها أبرامي لعب مع فخر الدين مر امام جوج ديال اللاعبين الان. فخر الدين حافظ على الكرة ديالو، والكرة مشات عند أبرامي، قام بالتمريرة بطريقة جميلة مصنعة، شوف كيفاش التفاعل
ديال المشاهدين مع العملية الهجومية وصل المنظرين حتى ايضا المصورين الصحفيين انه كانت عملية هجومية ملتقى كان بامكان نوفنداو انه ينهيها بواحد الشكل ذكي ويعلن على النهاية ديال العملية الهجومية، على الاقل يعطي هدف اول ديال الاطمئنان في تلك اللحظة. وذا كيزداد نوعا ما الضغط. الفريق السوداني قام بالتغييرات ديالو كانت بهدف اقحام محمد حسين اللاعب اللي دخل لرقعة الميدان. شوفوا بناء العملية الهجومية. هذا داودي غير تماما واختار الجهة اليمنى. فرصة تمريرة جانبية وجات هذا الكرة الحارس بعد الخطورات الولاء الأولى يرجع السوري كيقوم بعملية ديال المراوغات. التمريرة ديالو ذكية مرة أخرى داخل منطقة الجزاء وخرجت إلى خارج رقعة الميدان. فخر الدين هو اللاعب اللي حاول ما أمكن أنه مع الصدارة أنها تكون تصويبة مباشرة يعني صوب المرمى، ولكن شاك إلى ضربة مرمى لصالح فريق الهلال السوداني. هذه الكرة عند داودي يرجع الكرة ديالو عند نيبت عند أبرامي الجهة اليمنى كيا عند راشدي عند فخر الدين عند أبرامي. وآخر المطاف يعني كرة كتخرج للزاوية. كرة ثابتة. الحكم كيقول بيتنفذ التماس. نعم. كرة الآن من جانب داودي مرة أخرى فاصيلي عند داودي غادي يصوب. هذه محاولة عن فخر الدين كان بإمكانه أنه يضع الكرة في المرمى مرة أخرى. إلى لاحظنا بأن فخر الدين كان قريب من وضع الكرة. محاولة في خط الوسط. فريق الهلال السوداني حاول ما أمكن يلعب على المرتدات الهجومية، الشيء اللي ما تفتاش به نهائيا في هذه المقابلة. من نيبت لعبت الكرة عن أبرامي غير تماما الجهة اليمنى وبناء العملية الهجومية من عبيش. كرة عند خرطين ومباشرة للتمام. خرطين اللي بن عبيش يلعب الكرة ديالو. خرطين غادي يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء. هذه محاولة كانت ذكية ولكن خروج الحارس بعد الخطورة. رجعت الكرة عند نيبت. راسيلي يتسرعش لاعب كتحط له الكرة في الوسط بواحد الطريقة جيدة. لاعب من اللاعبين اللي موجود في التشكيلة ديال فريق الوداد الرياضي. كرة لعبات عند أبرامي ولكن هنالك تدخل من جانب الدفاع ومشات الكرة مباشرة للتمام. أحسن أبرامي الصويبة ديالو هي ولكن ما كملش جديد. هنا حاول والإنزال ديال موساندا وبعد ذلك وداد
تمثل واحد القوة ضاربة على مستوى البناء العمليات الهجومية في خط الأمام. هنا طريقة ديال التمرير هي شفنا محاولة فخر الدين، وهنا الحكم كيعلن على ضربة جزاء. هنا الحكم كيعلن على ضربة جزاء بدون تردد، لأنه كان واضح القرار، كانت واضحة المخالفة، وجات العملية الهجومية داخل منطقة الجزاء، وجات ضربة جزاء اللي كان الدور ديالها كبير جدا. ديالها ايضا كان مهم جدا على مستوى المدرجات، الجمهور اللي تابع تفاصيل هذه المواجهة عن كتب داخل المركب الرياضي محمد خميس مدينة الدار البيضاء. غادي نخلي الجمهور باش انه اللي كيتابعنا الان يتبع طريقة كيفاش نفذات هذه ضربة الجزاء، لانه اللي غادي ينفذ فهو داودي، هو اللي غادي يمشي الكرة. بالفعل داودي يمشي الكرة، الطريقة اللي غادي يهيئ بها الكرة ديالو. يبقى وجها لوجه مع الحارس سليمان حسن. داودي كالعادة يعني كياخد أمطار كبيرة قبل تصويب أي كرة ثابتة. ضربة جزاء، اللاعبين ديال فريق الهلال السوداني لا يصدقون الامر، لانه كان فعلا الوقع ديالها كبير بعد التسجيل ديال اللاعب رشيد الداودي الهدف الاول في المقابله. فرحه كانت كبيره جدا من جانب الجماهير في مدرجات الداودي. مقابله ديال نهائي افريقيا الانديه البطله، يضع الكره في الشباك ويفرح هذه الجماهير العريضة، وأيضا الجماهير التي تابعت عبر الشاشات التلفزة، ليؤكد على بداية التألق في هذه المقابلة، وأيضا الطريق نحو افتتاح الكأس واللقب، لقب كأس أفريقيا الأندية البطلة، أو ما يعرف حاليا بدوري أبطال أفريقيا. ف1-0 رشيد الداودي يضع الكرة في المرمى. هنا الوداد غادي يزيد في المحاولات ديالو الهجوميه بفضل هذا التشجيع ديال الجمهور كيف كنستمعوا. التشجيع صراحة كان رائع ومثالي، خلى العناصر ديال فريق الوداد الرياضي انهم يضيفوا اكثر العمليات الهجوميه. نشوفوا هنا محاولة ضغط كبر، وهنا الداودي الصيبة ديالو برجل اليسرى. فريق الهلال السوداني انكمش دفاعيا بشكل كبير وترك المهمة لفريق الوداد الذي استأسد كما هي العادة، واكد لنفسه انه قادر على تحقيق اللقب، كما أكده بباقي الفرق الأخرى التي نافست بشراسة في هذه السنة للحصول على هذا اللقب. فموسم لم يكن بالسهل، بل كان موسما مليئا بالمحاولات، بالإصرار، بالطموح، بالرغبة لتحقيق النتيجة المرضية. ذكر بأنه هذه النسخة كانت هي النسخة 28 لكأس أفريقيا الأندية البطلة، والوداد كان قد توج باللقب بعد أن تجاوز الهلال السوداني. هنا الطريقه ديال انزال الكره كانت من كرتوس لعب الكره ديالو الجهه اليمنى. هذه محاوله وداديه داخل منطقه الجزاء، وفرصه مره اخرى الوداد يتسيد القاره الافريقيه ويؤكد نفسه بطلا
لكأس أفريقيا للأندية البطلة. هدف ثاني زاد من حماس هذه الجماهير التي تابعت هذه المقابلة. نعم، إنه الوداد، إنه الأحمر الودادي الذي ينهي تفاصيل هذه المنافسة ككل، وبفضل الهدفين المسجلين يوسف فرتوت الهدف الثاني وأيضا رشيد الدودي من نقطة الجزاء، أمن الوداد للقب غال وثمين، لقب عنوانه البارز كأس أفريقيا للأندية البطلة. هذا كان مشوار جميل، كانت مقابلة أداء ونتيجة للوداد الرياضي. شوفوا ما تبقى من دقائق، وأنه كانت هنالك كثير من المحاولات الرائعة طوال المقابلة، ولكن جوج الأهداف كانت كافية، خاصة مع محافظة فريق الوداد الرياضي على نظافة شباكه في مباراة الإياب، مما عجل لأن يكون اللقب ودادي خالص بفضل هذه الجماهير العريضة وبفضل هؤلاء اللاعبين الذين قدموا أنفسهم. يمكن أن نقول أنه جيل من الأجيال الذهبية التي قدمها الوداد طوال المنافسات. هذا الجيل، هناك أجيال سبقته وهناك أجيال أيضا أتت بعده، فتتويج كان مهم جدا. إيقاف الجماهير مع المتابعة، تذكر بشكل كبير. نعطيكم الأسماء اللي كانت لا في الاحتياط ولا على مستوى الأساسيين. إنه كان يوسف صدري، كان عبد اللطيف تماني، كان عزيز حسيني، كان بوجمع قصاب وخالد الفهمي في ذكر الارتياب. الأسماء اللي شفناها وتابعناها في الشوط الأول وفي الشوط الثاني: عشاب مصطفى، حسن العبيشة، حسن أبرامي، جيل الفاضل، نور الدين ليبس، كان فخر الدين راشعي، يوسف فرتوت، فاسيلي بوستينوف، رشيد الدودي، صفر المستوري وموسى نداو. اسماء اعطت لنفسها مكانة وحضور قوي، تفطيري المدرب معروف يوري، وإنجاز مهم إضافة لخزينة الرياضة الوطنية المغربية. فغادي نبقاو مع ما تبقى من الدقائق الأخيرة جدا من عمر هذه المقابلة. وهذه المحاولة كانت في اتجاه الدودي غادي يخلي الكرة، وفي آخر المطاف حكم يعلن على نهاية المقابلة بحضور مميز وأداء رائع لفريق الوداد. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ونلتقي في أرشيف آخر من أرشيفات القناة الرياضية لمباريات عالمية. إلى اللقاء. احنا أكثر من 11 مليون طفل مغربي، وكنمثلوا تقريبا ثلث ساكنة البلاد ديالنا. قوتنا كبيرة وغتكون إيجابية، بشرط إلا كل واحد منا اعتبر نفسه في هذه الظروف جزء من